اهلا بيكم ليله جديده من ليالي العظمه. ولكن عظمه النهارده فيها اخبار سعيده جدا عند جمهور الاهلي واخبار حزينه عند جمهور الزمالك، وممكن الاخبار الحزينه دي تستمر معانا للموسم اللي جاي، وممكن اداره الزمالك تخلصها بدري بدري. ولكن قبل ما نتكلم في اي تفاصيل بالنسبه لازمه الزمالك ووقف القيد، عندنا اخبار النهارده مهمه جدا عند النادي الاهلي، ودي اللي هنبدأ بيها النهاردة في أخبار سعيدة من ليالي أو ليلة من ليالي العظمة. فطالما ليلة من ليالي العظمة يبقى نبدأ بالأخبار السعيدة. الأخبار السعيدة عند جمهور الأهلي، احنا بنتكلم بقى في رباعي أو من أفضل رباعي في القارة الأفريقية، والرباعي الأخطر في القارة الأفريقية بيرجعوا من تاني للنادي الأهلي أو لتيم النادي الأهلي، وبدأوا خلاص التدريبات الجماعية. في حراسة المرمى ادينا شفنا الشناوي اللي بيبدأ امبارح وتدريباته الجماعية الأولى مع الفريق، وطبعا احتياج الشناوي أو بالنسبة للأهلي للشناوي احتياج كبير جدا. ادينا شفنا الفترة الأخيرة بعيد كل البعد عن تألق مصطفى شوبير في خاصة في المباريات الأفريقية، وادينا شفنا مباراة مازيمبي واللي شوبير الحقيقة قدم مباراة رائعة، ولولا كان ممكن الأهلي يطلع بالمباراة دي بخسارة، ولكن تألق كبير جدا من شوبير. ولكن عودة الشناوي مهمة جدا مش بس للنادي الأهلي بل كمان لمنتخب مصر. فشوبير بالنسبة للشناوي وشوبير خلاص الاثنين هيبدأوا ان هم يتنافسوا على الحتة ديت ومين اللي هيكون اساسي الفترة الجاية. ولكن طبعا الشناوي بالتأكيد اول ما يبدأ انه يرجع ويقف على رجليه اقوى بإذن الله هيكون هو إلا أساسي. نبدأ نشوف كمان زي إمام عاشور وزي أليو ديانج، غياب طويل جدا من أليو ديانج واحتياج النادي الأهلي في نص الملعب بصفقة زي كده زي أليو ديانج، صفقة جديدة يا معلم بيرجع من تاني مع إمام عاشور اللي اتصاب في مباراة نيوزيلندا طبعا، ولكن بيرجع من تاني وكمان اولى تدريباته مع النادي الاهلي. فهنا احتياج كولر لامام عاشور واليو ديانج احتياج كبير جدا. ادينا شفنا الازمه اللي في نص الملعب، تتكلم السوليه رجع، ولكن انت بتتكلم في المباراه اللي فاتت لو كان ديانج اللي موجود كنت هتلاقي زياده هجوميه، هتلاقي امام عاشور اللي موجود هتلاقي برده زياده هجوميه مع كمان غياب مروان عطيه. ولكن لما مروان وامام وديانج يرجعوا بالتاكيد هيبقى فيه قوه في نص الملعب بشكل كبير جدا للنادي الاهلي. حسين الشحات نفس الكلام بيرجع بعد غياب علشان يستأنف تدريباته او يرجع للتدريبات الجماعيه، فاحتياج كمان الاهلي لحسين الشحات في الخط الهجومي كبير جدا. ادينا شفنا الازمه الفتره الاخيره قبل رجوع عبد القادر، طاهر محمد طاهر فين وفين لما بيكون في مستواه، بتتكلم في رضا سليم بعد ما رجع بس برده كان كريم فؤاد بيحل مكانه او عمر كمال، ولكن حسين الشحات وجوده مؤثر بشكل كبير جدا في الخط الهجومي. فانت بتتكلم في رباعي خطير جدا بيرجع من تاني لجمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي، الشناوي، امام عاشور، ديانج، حسين الشحات. كمان خبر جميل جدا وخبر سعيد بالتأكيد لجمهور النادي الأهلي أو للنادي الأهلي عموما، اللي الأهلي بيخلص خلاص أو خلص خلاص صفقة بالعيد مدافع الجزائري أو مدافع طبعا اتحاد العاصمة الجزائري. بعض الناس كان بتتكلم عليه ولا الأهلي مش محتاجه، عندنا ربيع، عندنا منعم، عندنا ياسر، عندنا متولي بيرجع من تاني. ولكن انا عاوز اقول لك ان بالعيد الحقيقه مدافع رهيب خطير، مدافع من افضل المدافعين اللي هيكونوا في القاره الافريقيه. الراجل دوت الحقيقه يا جماعه لو هتيجي تتكلم على الضربات الراس بتاعته او بالنسبه ليه الجامب بتاعه عالي جدا، مدافع مش اللي هو بيخبط وبيرزع وبيشلت وخلاص، لا يا معلم، ده مدافع فاهم هو بيعمل ايه، العب باص من تحت، بيبدا هجمه من تحت بشكل قوي جدا، بيعرف ازاي امتى يعني حته اللي هو التاكلينج، امتى التوقيت الصحيح ان انا اعمل تاكلينج عشان اقطع الكوره. فانت بتتكلم في مميزات كتيره مع كمان الحته الهجوميه عنده عاليه جدا في ضربات الراس بشكل رهيب جدا، بيبقى عارف امتى يقف وامتى يتحرك وامتى يروح على القريبه امتى يروح على البعيده، بيتحرك بشكل مميز جدا وكانه مهاجم. فانت بتتكلم في صفقه مربحه جدا. طبعا واحد اهلاوي يقول لي يا عم مش عايزين نتكلم عليها كتير لا يجي ويتصاب، لعيبه كتيره بتيجي للنادي الاهلي وبتصابوا، ولكن يعني انا عايز اقول لك ما شاء الله بالعيد لعيب مميز جدا، فربنا يحفظه وربنا يحرسه باذن الله ويبعد عنه اي شر واي اصابات. فصفقه بالعيد للنادي الاهلي لا هتكون مؤثره وهتكون مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، خاصه في الثلث الدفاعي اللي الاهلي برده كان بيمر في الفتره الاخيره بازمات كتيره جدا في الثلث الدفاعي. بتتكلم في مباراه البنك الاهلي يدخل في الاهلي 4 اهداف، بتتكلم في مباراه انبي يدخل فيها هدفين، بتتكلم في مباراه الزمالك بيدخل فيه هدفين.
فانت بتتكلم يا معلم برضو في ازمات، يعني في 3 مباريات زي كده 4 و2 6 و2 8 اهداف في النادي الاهلي. لا يعني برضو الوضع مش كده، لا الوضع برضو محتاج ان يتحسن. فطبيعي برضو انت عندك ياسر ابراهيم لو غاب فبيكون عندك ازمه، منعم لو غاب بيكون عندك ازمه. فلا انت مش عاوز الازمات دي، انا عاوز يكون دايما اللاعب اللي عندي لا فوقان وجاهز بشكل كبير جدا. فبالعيد صفقه هتكون مربحه للنادي الاهلي، وانا بقول لك ان ده لعيب جامد جدا جدا. والحقيقه العين اللي جابت بالعيد او اللي بصت بالعيد ده عين بتفهم بشكل كبير جدا. والنادي الاهلي خاصه كمنظومه لا هم شغالين وعارفين الصفقات اللي بيجيبوها ازاي وليه، وهل الاهلي محتاجها ولا لا. فبالعيد الاهلي محتاجه بشكل قوي جدا، وبالعيد هو نفسه الكلام، هو محتاج للنادي الاهلي يديله شهره ويديله وضعه ويعني كاريزمته اللي هو هيكون حابب يظهرها للناس. اخر حاجه بقى عشان نقفل حلقه النهارده وليله من ليالي العظمه، ولكن للاسف هنختمها بخبر حزين جدا. خالد بوطيب بيقدم شكوى من تاني للاتحاد الدولي ولسه ما خدش مستحقاته. فالاتحاد الدولي ارسل لنادي الزمالك رسميا وقال له وقف القيد عندك ده خلاص بالتاكيد وقف قيد الزمالك بسبب خالد بوطيب. طب يا سيدي هل وقف القيد دوت خلاص مثلا مده معينه حتى لو خالد بوطيب دفع الفلوس فخلاص برضو الزمالك مش هيعرف ان هو يجيب صفقات؟ لا يا معلم، يعني الزمالك لو دفع الفلوس النهارده بكره بعده بعد شهر خلاص يا معلم القيد هيتفتح عادي والزمالك يجيب صفقات. طب يا عم الموسم خلص ودخلنا في الميركاتو الصيفي والزمالك لسه ما دفعش، يبقى يا معلم الزمالك مش هيعرف يجيب صفقات جديده نهائيا الا بعد ما يسد مستحقات خالد بوطيب. فازمه كبيره جدا داخل الزمالك، ولكن اداره الزمالك هتحلها ازاي وهتصرف فيها ازاي؟ فلازم ان هم يحلوها كده كده. انت يا معلم جاي وعارف ان في مشاكل وعارف ان في مستحقات لناس وعارف فانت لازم تيجي تحل عارف ديت، لان انت لو ما حلتش عارف فانت يا معلم تبقى مش عارف تعمل عارف. ده الخلاصه وده الكلام النهايه خالص. فاداره الزمالك عليها انها تحل ازمه بوطيب علشان تقدر الموسم اللي جاي انها تجيب صفقات، خاصه ان الزمالك محتاج لصفقات كتيره. احنا لسه يا معلم برضو مش اللعيبه اللي موجوده ديت هم اللي الكفايه، يعني شحاته، عبد الله، ناصر، حمدي، مهاب ياسر، متيابه، مش عارف مين جه تاني. فانت بتتكلم في الصفقات دي هوبا ستوب خلاص احنا جبنا؟ لا يا معلم، احنا لسه عندنا عايزين باك رايت وليفت، عندنا في الخط الدفاعي عاوزين، خط الهجوم عايزين مهاجم. فانت بتتكلم في صفقات لسه محتاجها الزمالك. فانت لو ما حلتش ازمه القيد فالزمالك هيواجه مشاكل كبيره جدا الموسم المقبل، ولكن ان شاء الله الازمه يتم حلها ان شاء الله من قبل إدارة نادي الزمالك. فأخبار كانت سعيدة في ليلة من ليالي العظمة للنادي الأهلي والجمهور، وأخبار حزينة ولكن نتمنى إن شاء الله إن هي تتحل. كفاية عظمة لحد كده. ما تنساش بقى اللايك والشير، لأول مرة تشوفني انزل اشترك في القناة، اوعى تنسى تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.